صباح الخير او مساء الخير حسب انتوا تسمعوني امتى. انا عارفه انتوا في ثانويه عامه وخلاص يعني جايبين اخركم او في جامعه، بس ثانويه عامه اكتر اعتقد اللي هتكون بتتفرجوا معايا. اكتبوا لي في الكومنتات ثانويه عامه ولا في الجامعه، عايزه اعرف اللي عندي كده قد ايه. انا كنت فاشله جدا في قبل ثانويه عامه جدا، وبعدها بدات ابقى شاطره والى حد ما يعني. وبجد بجد حببت نفسي في المذاكره لدرجه ان انا كنت بذاكر من 6 ل 8 ساعات، وساعات بجد وصلت في الامتحانات انا كنت بذاكر 16 ساعه وانا مش حاسه، وانا مش دحيحه ولا بذاكر وبقعد على الكتاب، ولا كنت لابسه نظاره بصراحه. بس يعني ما كنتش دحيحه خالص ولا ليا في المذاكره. كان كل الدكاتره لا انا في الجامعه معلش، كل المدرسين كانوا شايفيني ان انا فاشله فشل ذريع. الحمد لله ابهرتهم. بس فالنهارده هشارككم الطريقه اللي حببت نفسي فيها جدا في المذاكره جدا. واخر طريقه دي او اخر حاجه هقولها دي اكتر حاجه ساحره ومبهره. انا عارفه انكم هتنبهروا بيها بسبب ان انا فعلا فرقت معايا جدا، ولحد دلوقتي بستخدمها في الجامعه وفارقه معايا جدا وبتحببني في المذاكره وبتخليني طول الوقت عايزه اذاكر اصلا. اول حاجه خالص، انا في حاجات هقولها ممكن تبان لك تافهه وعبيطه، بس صدقوني بتعمل مفعول السحر. اكتر حاجه كانت بتخليني اذاكر اني بدخل المذاكره بالدخله بتاعتي. يعني ايه بدخل المذاكره بالدخله بتاعتي؟ كل واحد فينا ليه دخله. في ناس بتحب الاكل قوي، وفي ناس بتحب النوت والاقلام والمكتبات، وان هم يروحوا مثلا مكان جديد وان هم يشتروا حاجه جديده يجربوها. وفي ناس مثلا بيحبوا يلعبوا في حاجات كتير، طقوس كده الواحد بيحبها. انا كنت من وانا صغيره بحب الاقلام جدا، وما كنتش شاطره بس كنت بحب الاقلام جدا، وبحب بقى النوتات والحاجات دي كلها. في ثانويه عامه كنت طول الوقت اول ما ببقى مش قادره اذاكر اروح مكتبه اجيب اقلام جديده، قلم واحد بس، قلم جاف والله جاف وما فيهوش اي حاجه، روتو ده. ما بقتش يعني أنا في الكليه وما بقتش بجيب اقلام بقيت بستلف. بس يعني في ساعتها كنت حتى مصوره صوره ما اعتقدش هلاقيها، بس لو لقيتها هحطها لكم، لكميه الاقلام اللي انا خلصتها طول السنه. كنت مخلصه ترابيزه، كنت بجيب اقلام كتير جدا. فكنت بجيب قلم ونوتة جديدة لما كنت ببقى يائسة ومش قادرة أذاكر. فكنت بستغل ده إن أنا لما خلاص في مادة مثلا لازم أقعد النهاردة أخلصها، كنت أجيب مثلا قلم جديد لو أنا مثلا يعني عندي قلم قرب يخلص، أو ممكن أجيب قلم نوع تاني مثلا أجربه. فكنت فعلا بقعد على المذاكرة وأذاكر. والله أنا بقول لكم حاجات ممكن تبان تافهة بس بجد كانت بتفرق ومفعولها سحر. طول فترة بقى الدراسة كنت اكتشفت حاجة اللي هي بتاعة البومودورو تكنيك، اللي كان أحمد أبو زيد لو انتوا عارفينه بيعملها. بجد فرقت معايا جدا، وبجد كانت اكتر حاجه خلتني اذاكر هي فكره ان انا بقعد على الكتاب، احدد فصل مثلا اللي في الاحياء او ايا كان انتوا بقى لو ادبي وكده، فصل علم النفس ايا كان، فصل او حاجه معينه لمده 25 دقيقه انا هذاكرها. هسيب التليفون، هسيب اي حاجه حواليا، ابقى بس المكتب قدامي او الترابيزه اللي بذاكر عليها متوضبه، و25 دقيقه كنت بحطهم قدامي كده واروح سايبه التليفون واقفل التليفون خالص خالص، اقعد على الكتاب ال 25 دقيقة واحدد الفصل اللي هذاكره او القطعة اللي هذاكرها. خلصت ال 25 دقيقة ادي لنفسي بريك 5 دقايق، او ما اتمشى او ما اكل حاجة مكسرات ولا حاجة، ودي مهمة جدا في الخطوة اللي بعدها. اجي افرد ظهري، اعمل استرتشات، اعمل اي حاجه اقوم اطلع بره، بس ما امسكش تليفون. او لو همسك التليفون عشان عارفه انه بيبقى صعب ممكن امسك التليفون، بس تبقى عارفه ان 5 دقايق وهسيبه، لانه بيسحب معايا بعد كده بقى ريلز وبتاع، فهتلاقي نفسكوا قعدتوا ساعه اصلا. وهكذا لمده 4 مرات. 4 مرات هي بتبقى دوره كامله. 4 مرات بروح موقفه ومديه لنفسي بريك من ربع ساعه لنص ساعه حسب لو انا عايزه حاجه اعملها او ضروري يعني. بدي نفسي بقى مساحه واروح واجي واتمشى واقعد على التليفون واعمل اللي انا عايزاه. بس نص ساعه اقصى حاجه كنت بقوم واكمل الدوره التانية. 25 دقيقه 5 دقايق، 25 دقيقه 5 دقايق، وهكذا. فالموضوع كان مبهر بالنسبه لي في الاول، لاني كنت بذاكر كميات في وقت قليل جدا. كنت بخلص مثلا الفصل بتاع الجيولوجيا مثلا اللي انا كنت بقعد احفظ فيه ومش عارفه ايه في ساعه او ساعه الا ربع مثلا. كنت ما اعرفش مع اني مش شاطره وما بذاكرش ومش دحيحه. ماشي، خلينا بس متفقين على الثلاثه دول. تالت حاجه ودي كانت حاجه مهمه جدا، ودي ركزوا عليها والله العظيم فرقت معايا فرق غريب. انا كنت في ثانويه عامه ما كنتش لاقي في الاكل الصحي وما كنتش باكل اكل صحي قبلها، بس فرقت معايا جدا لما حاولت اكل الاكل صحي. كنتش باكل سكر، وكنت باكل مكسرات بقى، والسمك اللي كنت بكرهه ده كنت بجد باكله. وكان شوكولاته دارك ده اللي لحد دلوقتي انا بحبها، والشوكولاته الدارك والقهوه والمكسرات والحاجات دي كلها. انا عارفه ان الدنيا دلوقتي للاسف مش احسن حاجه، بس يعني اللي قادر او اقل حاجه اني اكل بروتين
باي طريقه من الطرق، وكنت ما باكلش كتير قوي، بس كنت باكل اكل صحي بجد، فرق معايا جدا. طبعا خسيت ساعتها قوي، بس يعني كنت بعيدا عن ده ان انا كنت مركزه جدا، وده كان اهم حاجه بالنسبه لي. كنت بعمل اي حاجه عشان كنت عايزه ادخل فنون تطبيقيه الحمد لله. بس كنت بعمل اي حاجه عشان ادخل فنون تطبيقيه مهما كان الطريقه، بس اعمل كده عشان ادخل فنون تطبيقيه. كنت بعمل حتى طريقه الاكل كانت بالنسبه لي طريقه دحيحه، بس انا ما كنتش بدحها بصراحه. ولما كنت بقى بزهق كنت بلعب على ابلكيشن كده، عملت لكم فيديو مخصوص قوي عنه، هسيبه لكم فوق وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن برضه عشان لو عايزين تتفرجوا عليه. ولو حد جربه اصلا اللي بيتفرج عليا يقول لي يكتبوا، لان انا كان بيجي لي اصلا على انستجرام كميه مسجات على الابلكيشن ده، بجد هيعجبكم قوي، هتتبسطوا منه قوي. واللينك بتاع الانستجرام برضو تحت، عشان في ناس كتير بتقول لي اتواصل معاكي ازاي. هسيب لكم اللينك بتاعي، برد على الانستجرام بسرعه اكتر من الفيسبوك يعني، بس الانستجرام والفيسبوك والجروب بتاعي هسيبه لكم تحت، كل حاجه تقدروا تتواصلوا فيها هسيبها لكم تحت. عباره عن تايمر كده، ان انت التايمر ده كل ما بيعدي ان انت 25 دقيقه مثلا، هي عباره عن شجره تبدا اكنك بتسقيها، او اكن الوقت ده بيخليها تثمر. فكان كل شويه كل ما تعدي وقت وانت بتذاكر الشجر دي تطلع من غير ما تفتح التليفون او تسكرول على اي حاجه. كانت بتطلع كده، وكان بيبقى شكلها حلو قوي، بتبقى عندك زي مزرعه. عارفين المزرعه السعيده؟ حد من ايام المزرعه السعيده والحاجات دي، هي ان انت عندك بقى مزرعه وانت الشجر ده انت اللي بتزرعه وحاجه كده، بجد كانت جامده والله. لحد دلوقتي لما ببقى زهقانه بعمل كده، فشجعتني شويه. دي كلها تجارب على مدار السنه، كنت كل ما ازهق من حاجه اروح لحاجه تانية. وثانوية عامة مش ثابتة، ومش كله لازم نفس الطريقة تعملها كل مرة. آخر طريقة حتى لو قالكوا دي بجد كانت مدرس ربنا يكرمه يا رب قالها لي، ولحد دلوقتي مستمرة معايا. فكانت كل فترة وليها طريقتها، فانتوا جربوا، ما تاخدوهاش قفش قوي كده، عشان بجد نفسكم هتتعب ومش تبقوا قادرين تذاكروا. ومن اهم الحاجات، من اهم الحاجات اللي كنت بعملها، ان كان لازم شفتوا انا عماله اتك عليها قد ايه، اخد بريك. لازم اخد اجازه، يعني انا لازم يوم راحه اخده، وكان ممكن يوم ونص ويومين، او ممكن كمان يبقى في نص الايام كده اخد مثلا نص اليوم اصلا اجازه، خلاص انا فصلت كده فهريح. المكنه بتتحرق لما بتريحش، اي حاجه بتتحرق لما بتريحش. ما تاخدش ان هقعد اذاكر على 16 ساعه كل يوم لمده سنه، مستحيل، محدش بيعمل كده وبيتعب بعد كده. واحنا مش عايشين عشان ثانويه عامه بس. خد لك يوم كده في اجازه، ما تذاكرش، ما افصل، ما تعملش اي حاجه، اخرج. لو بتحب النوم نام، خدوا راحتكم. السويتش دي او التحويله دي اللي بتخليكم من ان انا خلاص فصلت البطاريه ان انا اتشحنت فابدا اكمل. لو ما خدتوش بريك وتخطيتوا الحركه دي، وانا على فكره في الاول السنه عملت كده وندمت، والله ندمت، مش هتعرفوا تكملوا وهتتعبوا جدا. فحاولوا على قد ما تقدروا تاخدوا بريك، مهمه جدا. دي ممكن تكون اهم حاجه في الفيديو. اخر بقى طريقه، ودي طريقه عبيطه جدا بس مفعولها مفعول السحر. عارفين الالوان الفلوماستر بتاعت زمان؟ لو انتوا بتستخدموا او بتلونوا هتبقوا عارفينها، عشان عارفه ان هي دلوقتي مبقتش تستخدم قوي يعني. بس الالوان الفلوماستر، انا كان عندي مشكله في الفيزياء، كنت ما بعرفش اذاكر فيزياء، وكنت بتضايق جدا وانا بحبها، كنت بحب الفيزياء جدا جدا جدا. فالمدرس بتاعي ربنا يا رب يكرمه، كنت باخد عنده، كان بيعمل حركة كده حلوة جدا، كان بيجي يشرح لنا حتى على ورقة A4، ويكتب مثلا الدايرة الكهربية بلون أزرق أو لون أحمر، مثلا لون فلوماستر أحمر، وبعدها يكتب مثلا التيار، المقاومة، البطارية اللي هي الفولت والأوم والحاجات دي كلها، يكتبها مثلا بلون مختلف، ويكتب الحل، ويبدأ يحل بلون مختلف، لون أزرق بقى، لون أيا كان. الطريقة دي يا جماعة على قد ما هي بسيطة، لو جربتوها، لو حد بيجربها يكتبها، يكتب في الكومنتات، أنا عشان الناس بتنزل تقرا الكومنتات، فلو عندكم تجربة قولوها، يعني بجد هتفرق، بتساعدوا ناس كتير قوي. مفعولها سحر. انا كنت بقعد اذاكر فيزياء اكتر من اي ماده، معرفش ليه، بجد كنت بحب الفيزياء بسبب الموضوع ده، واتحولت معايا بقى لكل المواد. كل المواد هتفتحوا النوت بتاعتي هتلاقوها كلها عباره عن الوان بقى فلوماستر، والفلوماستر كمان بيبان قوي، فبيخليكم مركزين قوي. انا معرفش هي حاجه علميه ولا حاجه، يعني حاولت اقرا فيها بس ما لقيتش حاجه يعني، بس الموضوع كان بيخليني اركز جدا وبيحببني في المذاكره كأنها لعبه، الوان ومش عارفه ايه وبتاع، فما كنتش بحس بصراحه ان انا متقدره وانا بذاكر. فكانت بالنسبه لي الفيزياء اسهل طريقه ممكن اذاكر بيها، ولحد دلوقتي عندي فيزياء في الكليه بذاكر بالطريقه دي. حتى اللي كان متابعني في الستوري كنت لسه منزله الستوري وانا بذاكر فيزياء، بذاكر بنفس الطريقه، ما غيرتهاش، عشان كانت بتخليني احل مسائل كتير جدا، لان الفيزياء عباره عن حل اصلا، لا نظري ولا نيله، هو عباره عن حل
بس وكده نبقى خلصنا الفيديو النهارده. كنتش عايزه اخلص بصراحه الفيديو خالص بس يا رب تكونوا استفدتوا. واي حد اول مره يشوفني في ثانويه عامه او غير ثانويه عامه يعمل لي سبسكرايب، يدوس لايك، ويكتب لي رايه في كومنت صغير عشان ده بيشجعني جدا ان انا اكمل. واشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله كتير 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 قوي